فلتر 10000. تمام. بس انا دلوقتي الفلتر معايا، والزيت اللي موجود ده بيفضل شايل نص كيلو من الفلتر، او ايا كان نص كيلو بقى ربع كيلو، شايل كميه زيت موجود. الفلتر ده بيعمل ايه؟ هو اللي لمم الكربون، رايش، راصب الاحتراق، كل ده موجود في قلب الفلتر متخزن جواه. هحط زيت جديد كاني ما غيرت الزيت. انما ينزل على الحاجات اللي هي اي نعم، انا معاك ان الموتور بيفضل فيه بواقي زيت. بس اكتر حته يعني فيها رواسب هو الفلتر. فايدته اللي انا بلم كل الرواسب بدخلها جوه. دي نقطه من ناحيه النظافه. نقطه ثانيه بقى، انا الفلتر كله على بعضه قد كده، ايا كان حجم الفلتر اهو، دخل الزيت من هنا، خرج من هنا. تمام. انا عارف قد ايه الورق ده المسامات بتاعته تستحمل قد ايه، كميه قد ايه كربون، كميه قد ايه برودة حديد، كميه قد ايه تستحمل قد ايه، ما اعرفش. فانا لما اغير زيت الفلتر افضل. صح. من ناحيه برضو اللي هي علميه، ان ضغط الزيت كله خارج من هنا. الترومبه ضغطت الزيت للفلتر، الفلتر بيوزع الزيت عن طريق المواسير بتاعته وعن طريق المجر بتاعت الزيت. انا دلوقتي خانق ده، الزيت هيقدر يجري يروح ولا مخ هيروح؟ لا، هيروح ضعيف. هي الفكره في كده. انا ما اخسرش بقى غيار زيت بسبب ان انا مش عايز اغير الفلتر عشان اخاف عليه، ده الاصل بتاع العربيه. لا، اللي هيجي لك الفلتر عندك كوبي وعندك اصلي وعندك جيب انت بمعرفتك بالطريقه اللي تريحك تجيب الفلتر. الفلتر غياره مهم زي غيار الزيت بالظبط. الاثنين دايره واحده، الاثنين مع بعض. غيرت الزيت غيرت الفلتر معاك.